كل واحد فينا عنده فريق اسطوري نفسه يكونه من 11 لعيبه المفضلين بالنسبه له. مش بس كده، ده كمان بيتمنى ان لعيب من اللعيبه دول موجود في الفرقه اللي هو بيشجعها. مثلا على سبيل المثال الاهلاويه نفسهم يشوفوا ميسي لابس تيشيرت الاهلي، وده حاجه من الخيال. والزملكاويه نفسهم يشوفوا رونالدو لابس التيشيرت الملكي الزمالك، وبرضه ده حاجه من الخيال. النهارده جات لنا الفرصه دي ان كل واحد يكون الفريق المفضل بالنسبه له. 11 لعيب بس بشرط انه يكونوا لسه محدش فيهم اعتزل. وهنبدا ان شاء الله، وانا هبدا النهارده في الحلقه دي اكون الفريق الاسطوري الخاص بيا. انتظروني بعد الفاصل عشان نكون الفريق. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنبدا نكون الفريق الاسطوري الخاص بيا المكون من 11 لعيب. في حراسه المرمى هختار تيبو كورتوا حارس الملكي مدريد. الباك اليمين جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المعار لبايرن ميونخ. قلبي الدفاع فان دايك ليفربول، راموس باريس سان جيرمان. الباك الشمال الفونسو ديفيز بايرن ميونخ اللعيب الكندي. في نص الملعب الامير لوكا مودريتش، وجنبه رودريجو اللاعب مانشستر سيتي الاسباني. هو اللاعب اسباني طبعا لكن مانشستر سيتي الانجليزي. الثلاثه قدامهم الناحيه اليمين ميسي ملك اللعبه اللي قفلها خلاص. تحت المهاجم دي بروين البلجيكي الفتى الذهبي. الناحيه الشمال امبابي اللي هيحتكر العالم السنين اللي جايه. قدام راس الحربه قعدت افكر اختار مين، الوحش هالاند ولا في لعيب تاني انا بصراحه بحبه قوي. بالنسبه لي هو الاحسن واحسن من هالاند، هاري كين الامير هاري كين، اللعيب المظلوم ان هو بيلعب في توتنهام، اللعيب اللي ما خدش ولا بطوله في حياته. وبكده ده الفريق الاسطوري بتاعي، وهلعب بخطه 4-2-3-1. والمدرب بالنسبه لي هيكون بيب جوارديولا. كل واحد يعمل فريق الاسطوري ويبعتهولي في الكومنتات. وما تنسوش لو الفكره بتاعت القناه عجبتكم اشتركوا في القناه وادعسوا اللايك المتين. سلام عليكم.